ازاي تحول قطعة سادة لتحفة فنية بتأثير التشققات؟ تعال اقول لك السر. عارف التابلو او الصينية الخشب اللي شكلها تحفة وكأنها قديمة وفخمة كده، وبيبقى فيها تشققات خفيفة بتديها طابع كلاسيكي شيك وبتتباع بمبالغ كبيرة جدا؟ المفاجأة انك تقدر تعملها بنفسك وبمنتج بسيط جدا، الكروكلي. هقول لك دلوقتي على الخطوات البسيطة اللي تعمل بيها تأثير التشققات في القطعة بالكروكلي. أول حاجة هتجيب القطعة الخشب بتاعتك وهتبدأ تأسس القطعة باستخدام الجيسو. تاني حاجة هتدهن القطعة بلون أكريليك غامق زي ما تحب. لما اللون ينشف بتدهن فوق الكروكلي، بعدها بتسيبه شوية ينشف وبعد كده بتدهن لون فاتح فوق الكروكلي عشان يبرز الغامق اللي تحته، وتسيبه ينشف وهتشوف السحر الحقيقي. اللون الفاتح هيبدأ يتشقق والغامق هيظهر تحته. شكل فني خرافي وتحفة ديكورية ما حصلتش، وكل ده بإيدك ومن أول مرة. يعني تقدر تعمل تابلو أو صينية وتبيعها وتبدأ مشروعك من البيت بحاجة بسيطة جدا زي الكروكلي. هتلاقي عندنا كل خامات وأدوات فن الديكوباج، من أخشاب زي البوكسات، التابلوهات، الصواني، وكمان الألوان، خامات تأسيس القطعة والمناديل والستنسل وغيرهم. تقدر تطلب اوردر من خلال الويب سايت وهيوصلك في خلال 3 أيام، أو لو عندك أي سؤال أو استفسار ابعت لنا في كومنت أو في رسالة وهنرد عليك حالا.